السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا جماعة كده إن شاء الله مع بعض منهج الترم الثاني للصف الثاني الثانوي. الفصل الأول فيه بيتكلم عن الشغل والطاقة. فالدرس الأول في الفصل الأول بيتكلم عن الشغل. فمبدئيا الشغل في الفيزياء يختلف عن الشغل في الحياة العملية. فالشغل عندنا مبدئيا كده رمزه W. فأنا مبدئيا كده عايز أعرف شروط بذل شغل. متى يقال أننا بذلنا على جسم شغلا؟ لو كان عندي مثلا جسم موجود على سطح معين وأثرت عليه قوة كان رمزها F، وتحرك الجسم إزاحة معينة في نفس اتجاه القوة المؤثرة على هذا الجسم. يبقى إذا أثرت قوة F على جسم وتحرك إزاحة D، فإنه يقال أننا بذلنا على هذا الجسم شغلا. يبقى من شروط بذل شغل أن تؤثر قوة معينة على جسم. الشرط الثاني أن يتحرك الجسم إزاحة في نفس اتجاه القوة المؤثرة على هذا الجسم. أما إذا كانت القوة المؤثرة على الجسم، لو كان عندي جسم وأثرت عليه بقوة رأسيا لأعلى ولكن تحرك الجسم أفقيا، في هذه الحالة لم يبذل على هذا الجسم شغل، لأن اتجاه القوة المؤثرة على الجسم عموديا على اتجاه الإزاحة. يبقى أنا لما أقول لو أثرت بقوة على حائط لكن الحائط لم يتحرك، في هذه الحالة لم نبذل شغلا، لأنه من شروط بذل شغل أن تؤثر قوة معينة على جسم، أن يتحرك الجسم إزاحة معينة، ولا بد أن تكون هذه الإزاحة في نفس اتجاه القوة المؤثرة على الجسم. يبقى أنا لما أقول مبدئيا كده شروط بذل شغل: واحد، أن تؤثر قوة معينة على جسم. طبعا القوة كان رمزها F. الشرط الثاني أن يتحرك الجسم إزاحة، مش بس كده وخلاص، أن يتحرك الجسم إزاحة في نفس اتجاه القوة المؤثرة على الجسم. وبالتالي إذا تحرك الجسم عموديا على اتجاه الإزاحة، إذا تحرك الجسم وكانت القوة المؤثرة على هذا الجسم عمودية على الإزاحة، فإننا لم نبذل على هذا الجسم شغلا، فإن الشغل يساوي صفر في هذه الحالة. يبقى هنا كده الشغل في الحالة دي كده يساوي صفر. طيب كيف يمكن حساب الشغل؟ خلينا نشوف. لو كان عندي الجسم وأثرت عليه بقوة وكانت هذه القوة تميل على الإزاحة بزاوية سيتا، في هذه الحالة لازم نعمل عملية تحليل. بنحلل القوة F دي إلى مركبتين: مركبة أفقية ومركبة أخرى رأسية. طبعا المركبة اللي جنب الزاوية دايما خدناها في الرياضة إن احنا بنديها كوزين. يبقى المركبة الأفقية هتبقى F كوزين سيتا، وهذه المركبة تكون في نفس اتجاه الإزاحة، إذا هذه القوة ينتج عنها شغلا. أما القوة الرأسية F ساين سيتا تكون عمودية على الإزاحة، وبالتالي لا ينتج عنها شغلا. إذا الشغل ينتج من المركبة الأفقية. يبقى في هذه الحالة W يساوي F دوت دي كوزين سيتا، حيث طبعا F كمية متجهة، يبقى أنا لازم أعمل عليها علامة الكمية المتجهة. F دي كمية متجهة، يبقى القوة هي كمية متجهة، الإزاحة كمية متجهة. كوزين سيتا جيب تمام الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة. يبقى الشغل W يساوي F، هذه العلامة تنطق دوت
دوت دي معناها ان الضرب ده ضرب قياسي، يبقى الشغل ده ينتج من حاصل الضرب القياسي لمتجهي القوة في الإزاحة. طبعا مضروب في جيب تمام الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة. يبقى متى يقال أننا بذلنا على جسم شغلا؟ شرطين، بس لازم أقول الشرطين دول كاملين: أن تؤثر قوة معينة على جسم، الشرط الثاني أن يتحرك الجسم إزاحة، ولا بد أن تكون هذه الإزاحة في نفس اتجاه القوة المؤثرة على الجسم. وبالتالي إذا كانت القوة تميل على الإزاحة بزاوية سيتا، في هذه الحالة لابد أن نقوم بعملية التحليل. لما نحلل المركبة القوة F إلى مركبتين، أحدهما أفقية والأخرى رأسية، فإن المركبة الأفقية ينتج عنها شغلا، أما المركبة الرأسية لا ينتج عنها شغلا. في هذه الحالة الشغل يساوي حاصل الضرب القياسي لمتجهي القوة في الإزاحة. يبقى في الآخر W يساوي F دوت دي كوزين سيتا. دوت دي معناها إن الضرب ده ضرب قياسي، إذا لو عايز أوصف الشغل هو حاصل الضرب القياسي لمتجهي القوة في الإزاحة. مظبوط. يبقى أنا لما أقول الأول كده تاني، W تساوي F دوت دي كوزين سيتا. عايز استنتج وحدات قياس الشغل. القوة كنا خدناها في الترم الأول تقاس بالنيوتن، والإزاحة تقاس بالمتر. يبقى وحدة قياس الشغل نيوتن في متر. نيوتن في متر كنا خدناها الترم الأول تكافئ جول. جول من وحدات قياس الشغل جول أو نيوتن في متر، والنيوتن ده كان وحدة قياس القوة، والقوة كانت كيلو جرام متر ثانية أس سالب 2. دي النيوتن، كل ده مضروب في متر يبقى متر تربيع، يبقى كيلو جرام متر تربيع ثانية أس سالب 2. يبقى وحدات قياس الشغل نيوتن في متر أو جول أو كيلو جرام متر تربيع ثانية أس سالب 2 أو كيلو جرام متر تربيع على الثانية تربيع. أي واحدة منهم تمشي، هما الاتنين شغالين عادي. طيب، ومن هنا طبعا استنتج صيغة أبعاد الشغل. طبعا كنا خدنا الترم الأول إن أبعاد الزمن تي كابيتال، أبعاد الطول ال كابيتال، أبعاد الكتلة ام كابيتال. طبعا لو عايز استنتج أبعاد الشغل يبقى الكتلة أبعادها ام دوت، الطول أبعاده ال ولكنها ال تربيع دوت، الزمن أبعاده تي يبقى تي أس سالب 2. يبقى إذا صيغة أبعاد الشغل ام دوت ال تربيع دوت تي أس سالب 2. يبقى باختصار تاني، الشغل الفيزيائي يختلف عن الشغل في الحياة العملية. فشروط بذل شغل أن تؤثر قوة معينة على جسم. الشرط الثاني أن يتحرك الجسم إزاحة، ولا بد أن تكون هذه الإزاحة في نفس اتجاه القوة المؤثرة على جسم. أما إذا كانت القوة تميل على الإزاحة بزاوية سيتا، في هذه الحالة هنحلل. لما نحلل القوة إلى مركبتين أحدهما أفقية والأخرى رأسية، فإن المركبة الأفقية سوف تكون F كوزين سيتا، إذن الشغل يساوي F دي كوزين سيتا. طبعا الشغل ينتج من حاصل الضرب القياسي لمتجهي القوة في الإزاحة. طبعا كوزين سيتا هي جيب تمام الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة. طيب، إذا نقول الشغل هو حاصل الضرب القياسي لمتجهي القوة في الإزاحة. حاصل الضرب القياسي لمتجهي القوة في الإزاحة. طيب، من وحدات قياس الشغل كان وحدة اسمها الجول. طبعا الجول
لو عايز اوصف الجول ان الدبليو تساوي اف دوت دي كوزين سيتا. طبعا حد يقول ان الجول هو وحدة قياس الشغل، صح، بس انا لو عايز اوصف الجول، واحد جول هو مقدار الشغل الذي تبذله قوة مقدارها 1 نيوتن لكي يتحرك الجسم إزاحة قدرها 1 متر في نفس اتجاه القوة المؤثرة على الجسم. لازم الجول يكون هو القوة لما تكون الإزاحة ب1 والزاوية كمان ب1. جيب الزاوية يكون ب1، يبقى هو مقدار الشغل الذي تبذله قوة مقدارها 1 نيوتن لكي يتحرك جسم إزاحة قدرها 1 متر في نفس اتجاه القوة المؤثرة على الجسم. يبقى يا اخوانا شروط بذل شغل آخر مرة: أن تؤثر قوة معينة على جسم، أن يتحرك الجسم إزاحة معينة في نفس اتجاه القوة المؤثرة على الجسم. يبقى الدبليو الشغل يساوي اف دوت دي كوزين سيتا. من هنا نقول العوامل التي يتوقف عليها الشغل. العوامل التي يتوقف عليها الشغل، بما ان الدبليو يساوي اف دوت دي كوزين سيتا، اذا الشغل يتوقف على 3 عناصر. رقم 1 القوة المؤثرة على الجسم. طيب يا ترى الشغل علاقته ايه مع القوة؟ طبعا علاقة طردية. إذا زادت القوة المؤثرة على الجسم زاد الشغل المبذول على الجسم. إذا زادت القوة المؤثرة على الجسم إلى الضعف زاد الشغل المبذول على الجسم إلى الضعف. إذا زادت القوة إلى 3 أمثال قيمتها زاد الشغل المبذول على الجسم إلى 3 أمثال قيمته. يبقى العلاقة بين الشغل والقوة علاقة طردية. يبقى لما نرسم رسم بياني بين الشغل وبين القوة لازم تكون خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. هنا الميل سلوب يساوي فرق الصادات على فرق السينات. الصادات اللي هي دلتا دبليو والسينات اللي هي دلتا اف. الصادات على السينات يساوي دلتا دبليو على دلتا اف يساوي دي كوزين سيتا. طبعا لو عندي هنا زاوية ده كله يساوي تان سيتا، ظل الزاوية التي يصنعها الخط مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يبقى رقم 1 من العوامل التي يتوقف عليها الشغل القوة المؤثرة على الجسم، وهي علاقة طردية. طردية دي معناها لو القوة زادت يبقى الشغل المبذول على الجسم يزداد. رقم 2 الإزاحة التي يتحركها الجسم. يبقى رقم 2 الإزاحة التي يتحركها الجسم. طيب يا ترى دي تبقى عاملة ازاي؟ بما ان الدبليو يساوي اف دوت دي كوزين سيتا، إذا زادت الإزاحة التي يقطعها الجسم إلى الضعف عند ثبوت باقي العوامل القوة وجيب تمام الزاوية فإن الشغل المبذول على الجسم يزداد إلى الضعف. إذا العلاقة بين الدبليو والدي علاقة طردية. وبما إنها طردية لما أرسم رسم بياني بين الشغل وبين الدي لازم يطلع معايا خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. برضو الميل هنا يساوي دلتا دبليو على دلتا دي يساوي الباقي اف كوزين سيتا. يبقى من العوامل التي يتوقف عليها الشغل القوة المؤثرة على الجسم ودي علاقة طردية، الإزاحة التي يتحركها الجسم ودي علاقة طردية. يتبقى رقم 3 جيب
3 جيب تمام الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة اللي هو كوزين سيتا. طيب بما ان الدبليو يساوي اف دوت دي كوزين سيتا، عند ثبوت الاف وثبوت الدي العلاقة بين الدبليو وكوزين سيتا علاقة طردية. طبعا لما ارسم علاقة بين الدبليو وكوزين سيتا دي علاقة طردية، لازم يطلع معايا خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، والميل هنا يساوي دلتا دبليو على دلتا كوزين سيتا يساوي اف دوت دي. يبقى العوامل التي يتوقف عليها الشغل أن تؤثر قوة معينة على جسم، يبقى القوة المؤثرة على الجسم، الإزاحة التي يتحركها الجسم، جيب تمام الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة. خلينا نشوف سؤال على الكلام اللي احنا بنحكيه. بسم الله. سؤال بيقول قوة مقدارها 100 نيوتن. يبقى أنا معايا كده الإف تساوي 100 نيوتن. F تساوي 100 نيوتن أثرت على جسم فحدثت له إزاحة قدرها، يبقى أنا كده معايا الدي. يبقى أنا معايا القوة ومعايا الإزاحة، فإن الشغل وعايز الشغل، يبقى أنا معايا هنا كده الإف ومعايا الدي وعايز الشغل، فإن الشغل المبذول الذي تبذله هذه القوة إذا كانت في اتجاه حركة الجسم، في اتجاه حركة الجسم، يبقى الزاوية في هذه الحالة تساوي صفر. طيب الشغل بيقول إن الدبليو تساوي اف دوت دي كوزين سيتا. الاف ب100 في الدي 2.5 كوزين سيتا. طالما الاتنين في نفس الاتجاه يبقى الزاوية صفر. 100 في 2.5 تساوي 250 جول، عشان وحدة قياس الشغل هي جول. أما إذا كانت القوة تميل بزاوية 60 درجة على الإزاحة، يبقى الدبليو يساوي اف 100 دي 2.5 كوزين 60. طبعا كوزين 60 بنص، نص في 250 تبقى 125 جول، عشان وحدة قياس الشغل هي الجول. طيب خلينا نقول تأثير زاوية الميل على قيمة الشغل. يعني إذا تغيرت الزاوية بين القوة والإزاحة هل يتغير الشغل أم لا؟ خلينا نشوف. إذا كانت الزاوية رقم 1 سيتا تساوي صفر. يعني إيه ده؟ يعني الزاوية بين القوة والإزاحة تساوي صفر. يعني لما يبقى ده الجسم أثرت عليه بقوة في هذا الاتجاه وتحرك في هذا الاتجاه، يبقى الزاوية بينهم حاليا تساوي صفر. كوزين صفر يساوي 1، بما أن W يساوي F دوت D كوزين صفر. كوزين صفر ب1، إذن W يساوي F دوت D. في هذه الحالة يكون الشغل قيمة عظمى موجبة. يبقى في هذه الحالة يكون الشغل قيمة عظمى موجبة. يبقى أنا لما أسأل سؤال كده وأقول متى يكون الشغل قيمة عظمى موجبة، طبعا عظمى دي معناها إن الشغل أكبر ما يمكن. متى يكون الشغل أكبر ما يمكن؟
إذا كانت القوة في نفس اتجاه الإزاحة، يعني الزاوية بينهم تساوي صفر، وإذا كانت الزاوية تساوي صفر كوزين صفر يساوي واحد، أكبر قيمة لكوزين هي كوزين صفر بواحد، في هذه الحالة يكون الشغل الناتج عن هذه القوة يكون أكبر ما يمكن. أما إذا كانت الزاوية حادة يعني أكبر من الصفر، يعني لو كانت السيتا 2، إذا كانت السيتا أكبر من الصفر وأقل من 90، يعني لو كان عندي ده الجسم وأثرت عليه بقوة في هذا الاتجاه، وكانت الإزاحة في هذا الاتجاه، بحيث كانت السيتا هي زاوية حادة. لما نيجي نحلل الاف، طبعا اف كوزين سيتا جيب تمام الزاوية الحادة يكون قيمة موجبة، يبقى يكون جيب تمام الزاوية قيمة موجبة. يبقى أنا لما أحسب الشغل أقول إن الدبليو يساوي اف دوت دي كوزين سيتا، في هذه الحالة يكون الشغل قيمة موجبة وليست عظمى، يبقى يكون الشغل قيمة موجبة. يبقى امتى يكون الشغل قيمة عظمى موجبة؟ إذا كانت القوة في نفس اتجاه الإزاحة، يعني الزاوية بينهم تساوي صفر. امتى يكون الشغل موجب بس مش هقول قيمة عظمى؟ الزاوية تكون أكبر من الصفر وأقل من 90، يعني أكبر من الصفر وأقل من 90، أي رقم أكبر من الصفر وأقل من 90 يكون الشغل قيمة موجبة، بس مش هيكون قيمة عظمى. طيب لو الزاوية زادت لغاية ما وصلت 90، رقم 3، إذا كانت الزاوية تساوي سيتا تساوي 90، يعني الجسم أثرت عليه بقوة رأسيا لأعلى وتحرك الجسم إزاحة أفقية، زي الشغل المبذول بواسطة قوة الجاذبية على جسم عندما يتحرك أفقيا. الجاذبية تؤثر لأسفل والجسم يتحرك أفقيا، في هذه الحالة تكون القوة عمودية على الإزاحة، وفي هذه الحالة سيتا تساوي 90. ولما أقول إن الدبليو يساوي اف دوت دي كوزين 90، كوزين 90 يساوي صفر، إذا في هذه الحالة الشغل يساوي صفر، إذا ينعدم الشغل، ينعدم الشغل. يبقى متى ينعدم الشغل؟ ينعدم الشغل إذا كانت القوة عمودية على الإزاحة، يعني إذا كانت القوة تصنع زاوية 90 درجة مع الإزاحة. لو كانت الزاوية بين القوة والإزاحة تساوي 90 يبقى إذن ينعدم الشغل، يبقى هذه القوة لا تبذل شغلا لأنها تكون عمودية على اتجاه الإزاحة. يبقى بزيادة الزاوية بين القوة والإزاحة من الصفر حتى تصل إلى 90، فإن الشغل يتناقص تدريجيا حتى ينعدم عندما تصبح الزاوية 90. مظبوط. طيب نزود تاني رقم 4. لو كانت الزاوية أكبر من 90 وأقل من 180، يعني لو كان عندي سطح مائل وفي جسم يتحرك على هذا المستوى المائل، ولكن تؤثر عليه قوة في هذا الاتجاه، هذا اتجاه القوة، بحيث كانت هذه الزاوية أكبر من 90 وأقل من 180، جيب تمام هذه الزاوية يكون قيمة سالبة. يبقى هنا كده جيب تمام الزاوية المنفرجة يكون
سالب. يبقى أنا لما أكتب الشغل يساوي اف دوت دي كوزين سيتا، كوزين سيتا قيمة سالبة، إذا الشغل في هذه الحالة يكون قيمة سالبة. يبقى هنا كده يكون الشغل قيمة سالبة، يبقى يكون الشغل قيمة سالبة. يبقى بزيادة الزاوية عن 90 حتى تصل إلى ما قبل 180 فإن الشغل يزداد تدريجيا وبالتالي يكون سالب في الاتجاه السالب، يبقى يكون الشغل سالب. آخر نقطة رقم 5، إذا كانت القوة في عكس اتجاه الإزاحة 5، لو كانت الثيتا تساوي 180 زي الشغل الذي تبذله قوة الاحتكاك أو قوة الفرامل، لما يكون عندي ده سطح الأرض وده جسم بيتحرك في هذا الاتجاه ولكن تؤثر عليه قوة ولكن في عكس الاتجاه، فإن الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة تساوي 180. لما تبقى الثيتا تساوي 180 كوزين 180 يساوي -1. يبقى لما نحسب الشغل W يساوي F دوت دي كوزين 180، كوزين 180 ب1. يبقى في هذه الحالة يكون الشغل سالب F دوت دي، يكون الشغل قيمة سالبة عظمى. يبقى هنا كده يكون الشغل قيمة عظمى سالبة. يبقى عظمى موجبة 0، عظمى سالبة 180، موجب بس أكبر من 0 وأقل من 90، سالب بس أكبر من 90 وأقل من 180. طب إمتى عموما الشغل يكون موجب؟ خلينا نشوف. يبقى هنا كده خلينا نقول إيه؟ خلينا نقول إيه؟ يكون الشغل موجب بس إمتى؟ وسالب بس إمتى؟ موجب بس لو كانت الزاوية أكبر من أو تساوي 0 وأقل من 90. سالب بس إمتى؟ أكبر من 90 وأقل من أو تساوي 180. طيب هنا موجب وهنا سالب، متى ينعدم؟ عند 90. يبقى ينعدم الشغل لما تكون الزاوية 90، يبقى ينعدم لما الثيتا تساوي 90 درجة. الثيتا دي بين مين ومين؟ بين القوة والإزاحة. يبقى أنا عندي هنا كده حالتين، إمتى يكون الشغل موجب وإمتى يكون الشغل سالب. إمتى يكون الشغل موجب؟ لما تكون الزاوية بين القوة والإزاحة أكبر من أو تساوي 0 وأقل من 90. إمتى يكون الشغل سالب؟ لما تكون الزاوية أكبر من 90 وأقل من أو تساوي 180 درجة. تمام. خلينا نقول كيف يمكن حساب الشغل بيانيا إذا أثرت قوة إذا أثرت قوة أفقية F على جسم وتحرك أفقيا طبقا للشكل الموضح، ويرسم لي رسم بياني بين القوة والإزاحة، ويكون مثلا عامل كده. هنا كده القوة بالنيوتن والإزاحة بالمتر،
وخلينا نحط هنا رقم مثلا 10 وهنا الإزاحة مثلا 4، ويقول لي بالشكل ده مثلا أثرت قوة مقدارها كما بالشكل، احسب الشغل المبذول على الجسم عندما يقطع إزاحة قدرها 4 متر. طبعا بما ان هو بيقول قوة أفقية وتحرك الجسم أفقيا، يبقى الزاوية بينهم كام؟ يبقى الثيتا تساوي 0 وكوزين 0 يساوي 1، يبقى الدبليو يساوي اف دوت دي. بما ان دول ضرب يبقى دي تساوي المساحة تحت المنحنى. يبقى إذا طلب حساب الشغل من الرسم البياني بين القوة والإزاحة يتم حساب المساحة تحت المنحنى. والله لو مساحة مستطيل تبقى طول في عرض، لو مساحة مثلث تبقى نص طول القاعدة في الارتفاع. طيب هنا مساحة مستطيل، ومساحة المستطيل تساوي الطول في العرض، يبقى 10 في 4 يساوي 40 جول. يبقى الشغل المبذول بهذه القوة يساوي 40 جول. يبقى إذا طلب حساب الشغل بيانيا من الرسم البياني بين الإزاحة والقوة يتم حساب المساحة تحت المنحنى. المساحة تحت المنحنى. طيب خلينا نشوف مثال واثنين وثلاثة على الكلام اللي احنا بنحكيه. بسم الله. أول سؤال بيقول صندوق يتحرك إزاحة أفقية، يبقى الدي تساوي 4 متر تحت تأثير قوة مقدارها، يبقى الإف يساوي 50 نيوتن، تصنع زاوية 60 درجة مع الأفقي، يبقى الثيتا تساوي 60 درجة. فإن الشغل المبذول على الصندوق بواسطة هذه القوة، يبقى بما أن الدبليو يساوي اف دوت دي كوزين ثيتا، الاف 50 الدي 4 في كوزين 60. لما نحسب كوزين 60 بنص، نص في 4 ب2، 2 في 50 ب100، 100 ايه بقى؟ 100 جول. يبقى من الاخر الشغل يساوي القوة في الازاحة، نجيب تمام الزاوية المحصورة بين القوة والازاحة. السؤال الثاني، شخص يدفع جسم بسرعة منتظمة، سرعة منتظمة يبقى محصلة القوة المؤثرة على الجسم يساوي 0 طبقا لقانون نيوتن الأول. ماشي، يبقى ال V تساوي 5 متر على الثانية لمدة، يبقى ال T تساوي 10 ثانية. يبقى من الترم الأول ممكن نحسب الإزاحة التي قطعها الجسم، بما أن السرعة تساوي الإزاحة على الزمن، إذا الإزاحة تساوي V دوت T. V دوت T لأن أنا أكيد هحتاج الإزاحة 10 في 5 ب50 متر. نكمل لمدة 10 ثانية على سطح أفقي خشن، يبقى فيه قوة احتكاك. فإذا علمت أن قوة الاحتكاك بين الجسم والأرض 60 نيوتن، بما أن الجسم بيأثر عليه قوة مش عارف مقدارها قد إيه، بس فيه احتكاك، اف احتكاك يساوي 20 نيوتن، إذا مقدار هذه القوة يساوي 20 نيوتن حتى تصبح سيجما اف مساوية للصفر. يبقى هذا الجسم يتحرك في هذا الاتجاه إزاحة قدرها 50 متر، فإن الشغل المبذول بواسطة الشخص لتحريك الجسم خلال تلك الفترة، يبقى الدبليو تساوي اف دوت دي كوزين ثيتا، اف ب20 دي 50، عايزين نكتب كوزين تبقى كوزين 0 ب1، هي يبقى في 1، 50 في 20 يبقى 1000. 1000 ايه يا ترى؟ 1000 جول.
1000 جول، عشان وحدة قياس الشغل هي جول. سؤال ثالث، جسم ساكن يبقى سرعته الابتدائية تساوي 0، كتلته يبقى الام تساوي 2 كيلو جرام، موضوع على سطح أفقي مهمل الاحتكاك، أثرت عليه قوة أفقية ثابتة فحركته في خط مستقيم، والشكل يمثل العلاقة بين V و T فيكون مقدار الشغل. طيب من الشكل المقابل السرعة والزمن، لما نحسب الميل دلتا في على دلتا تي يديني العجلة. طيب يلا نحسب العجلة، يبقى نقول 10 على 2، 20 على 4، 30 على 6، أي واحدة من دول 20 على 4 تساوي 5 متر على الثانية تربيع. جبنا بفضل الله العجلة. طيب احنا عايزين الشغل. الشغل يساوي قوة في إزاحة. طب ما هي القوة؟ عبارة عن كتلة في عجلة. طيب الكتلة في العجلة كل ده مضروب في الدي. طيب الكتلة بكام؟ ب2. طب والعجلة بكام؟ العجلة ب5. طب فين الإزاحة؟ ما ادانيش الإزاحة. إذا طلب حساب الإزاحة من الرسم البياني بين السرعة والزمن يتم حساب المساحة، بما إن الدي تساوي الفي دوت تي. هو عايز الشغل خلال زمن قد إيه؟ خلال 4 ثواني. يبقى احنا هنجيب المساحة تحت المنحنى خلال 4 ثواني. ده مثلث، ومساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في 4 في 20، يبقى 2 في 20 ب40، يبقى كل ده في 40، 2 في 5 ب10 في 40 تبقى 400 جول. يبقى إذن الشغل المبذول بواسطة هذه القوة خلال ال4 ثواني يساوي كام جول؟ 400 جول. السؤال اللي بعده مثال 4. في الشكل شخص كتلته 70 كيلو جرام يصعد سلم طوله 5 متر. تمام. فإن الشغل الذي يبذله الرجل ضد الجاذبية. طبعا الجاذبية لأسفل، يبقى الشغل لازم تؤثر على الجسم قوة اتجاهها لأعلى، يبقى ده اتجاه القوة وده عكس الجاذبية، وده اتجاه الإزاحة. يبقى الزاوية بين القوة والإزاحة تساوي كام؟ 30 درجة. يبقى الشغل يساوي F دوت دي كوزين سيتا، مع العلم هنا ان الاف هي حاصل ضرب كتلة الجسم في عجلة الجاذبية ام جي في الدي كوزين سيتا. الام ب70 في الجي ب10 في الدي 5 متر. طبعا في كوزين الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة اللي هي 30 درجة، ونحسب السؤال يساوي كذا جول. طيب ده سؤال. خلينا نشوف سؤال أخير. لما يكون عندي رسم بياني بين الدبليو وبين السيتا، حط هنا كده 0 وهنا 90 وهنا 180. كنا بنقول من شوية بزيادة الزاوية من 0 حتى تصل إلى 90 فإن الشغل يتناقص تدريجيا حتى ينعدم. يبقى هنا كده الشغل يكون أكبر ما يمكن قيمة موجبة يساوي F دوت دي. يبقى بزيادة الزاوية من 0 حتى تصل إلى 90 فإن الشغل يتناقص تدريجيا حتى ينعدم عندما تصبح الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة تساوي 90.
وبزيادة الزاوية من 90 حتى تصل إلى 180 يزداد الشغل حتى يصبح قيمة عظمى سالبة. يبقى هنا كده سالب اف دي. يبقى أنا لما أقول بزيادة الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة من 0 حتى تصل إلى 90 فإن الشغل يتناقص تدريجيا حتى ينعدم. وبزيادة الزاوية من 90 حتى تصل إلى 180 فإن الشغل يزداد تدريجيا حتى يصل إلى قيمة عظمى سالبة. يبقى أنا لما أقول مثلا نقطة هنا كده، الشوية دول قد الشوية دول، دي معناها إن عند النقطة دي الشغل يكون نصف قيمته العظمى. طب إمتى يكون الشغل نصف قيمته العظمى؟ عند زاوية قيمتها 60 درجة، عشان الدبليو يساوي اف دوت دي كوزين سيتا. جبت تمام الزاوية اللي بيساوي نص هي لازم تكون 60 درجة. يبقى متى يكون الشغل نصف قيمته العظمى؟ عندما تكون الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة تساوي 60 درجة. يبقى لما تكون الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة 60 يبقى الشغل نصف قيمته العظمى. خلينا نقول تاني. بزيادة الزاوية من 0 إلى 90 فإن الشغل يتناقص تدريجيا حتى ينعدم، ولكن بزيادة الزاوية من 90 إلى 180 يزداد الشغل تدريجيا حتى يصل إلى قيمة عظمى سالبة. يبقى يكون الشغل قيمة عظمى سالبة عندما تكون الزاوية 180، ينعدم الشغل عندما تكون الزاوية 90 درجة. الشغل الذي تبذله قوة الاحتكاك يكون عكس اتجاه الحركة، إذن يكون اتجاهه سالب. يبقى ملخص الكلام كله في الدرس الأول إن الشغل هو حاصل الضرب القياسي لمتجهي القوة في الإزاحة. بالتوفيق للجميع إن شاء الله، ونلتقي في حل أسئلة درس كتاب الامتحان بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.